إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم سادتنا الكرام على قناتنا قناة جوهر التراث في إطار السلسلات المبرمجة لهذا الأسبوع. كنا قد برمجنا فيديوهان تقريبا كنا بثيناهما حول المعالم الجنائزية أو المذاهب الجنائزية الموجودة على مستوى الفترة فجر التاريخ، وكنا حددنا بالتاريخ هذه الفترة، وقلنا أن هذه الفترة فجر التاريخ اختلف فيها العلماء، وقمنا بجمع العديد من المعلومات حول هؤلاء العلماء وما قالوا في هذه الفترة. وكنا في فيديوهنا الأول قد تطرقنا إلى نوع من هذه الأنواع، وقلنا أن في أنواع كثيرة من المدافن والمقابر الجنائزية في هذه الفترة اللي هي فترة فجر التاريخ. إذن كنا عرفنا النوع اللي هو عبارة عن جدول باللغة العربية وباللغة الفرنسية ما يسمى بالتيموليس، وهو عبارة عن ركام من الأحجار وكذا وكذا إلى غير ذلك. الذي يريد أن يعرف هذا النوع يشاهد فيديونا السابق الذي كنا بثيناه منذ يومين أو 3 أيام. إذن اليوم بحول الله تعالى قررنا أن نجيب لكم موضوع شائك واللي حبينا أن نتكلم عليه ونفصل فيه علميا وتقنيا ومن جميع المجالات. اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نعرفكم على طينة الحكمة. الذي لا يعرف طينة الحكمة يقول ما هذه طينة الحكمة ولماذا سميت طينة الحكمة؟ إذن طينة الحكمة الكثير من الباحثين والمستكشفين الفضوليين يربطونها بالفترة الرومانية، لكن بعد البحث الطويل والمعمق نرى أن الطينة هذه تعتبر كما نقولوا جزءا من التراث الثقافي والتاريخي للعديد من الحضارات، حيث استخدمت هذه الطينة أساسا لحماية الكنوز والمخطوطات من اللصوص آنذاك ومن قطاع الطرق ومن غير ذلك من الباحثين العشوائيين والباحثين الذين همهم الوحيد الكنوز. إذن هذه الطينة سميت هكذا طينة الحكمة. لا ندري، كلمة طينة هي معروفة لأنها مادة صلبة تتكون طبعا من خليط، أما الحكمة ربما يقصد بها أن هذه المكونات الموجودة في الطين مكونات كما نقولوا مأخوذة عن طريق كما نقولوا تجربة، عن طريق حكمة مسبقة أو لتمويه، وهذا التمويه سمي بالحكمة من طرفهم. لذلك في علماء اللي يتكلموا عليها مثل ماريون، وهي باحثة بارزة تقريبا، درست التركيبة الكيميائية لأنها هي أصلا باحثة في أمور الكيمياء للخرسانة الرومانية. وبالطبع نعرف أن الفترة الرومانية عرفت كما نقولوا ازدهار في البنايات بالخصوص العسكرية، لأن الفترة الرومانية كانت كما نقولوا حضارة كما نقولوا حضارة غير ثابتة، حضارة متنقلة حربية وتوسعية. لذلك فإن بعض العلماء منهم هذه ماري جاكسون أو ماريون كما يقال لها، وهي عبارة عن باحثة كما قلنا في خاصة بالكيمياء ومتخصصة في الكيمياء، درست هذه المادة وهي طينة الحكمة، وتوصلت إلى استخدامات عديدة سنذكرها لاحقا، وسنذكر هذه الحكمة وسنفصل في هذا الأمر لماذا سميت طينة الحكمة ولماذا هذه الطينة كما نقولوا راكم لاحظتوا بالك فيديوهات المستكشفين هذه تروا أن هذه الطينة تشبه الصقور تماما ومموهة بشكل عجيب تقريبا من الفترة هذه الرومانية. لذلك حنايا من الجانب الديني يقول الله تعالى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: على الأقوام الذين سبقونا كانوا أكثر منكم قوة وآثارا في الأرض. يعني هذه الأقوام كانت لها تفكير عجيب، وبالطبع وكيف لا، وهي قد كما نقولوا عاصرت عهد الأنبياء مثل سيدنا سليمان، وأنتم تعرفون ماذا يتميز به النبي سليمان من معجزات وما أعطاه الله من كرامات وما سخر له من الجن والإنس كذلك يخدمونه. قال لك يصنعون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب وقدور الراسيات. إذن هذا العمل بصفة عامة
هذه الحضارات استنبطت هذه الطينة، واستنبطت حتى كما نقولوا البناءات نتاعها والهياكل نتاعها والهندسه نتاعها من خلال تجربه مسبقه علميه لها حكمه فريده من خلال الفترات السابقه، وكذلك من خلال التجربه كما قلنا. لذلك بدون اطاله زملائي الكرام رايحين كما نقولوا نعرف مباشره اذا على هذه الطينة وما هي مكوناتها. إذن نطرح السؤال مباشرة، نقول ما هي مكونات الرئيسية لطينة الحكمة؟ وشنو هذه طينة الحكمة وما هي المكونات تاعها وعلاه ولات كما هاك، وعلاه ولات هذه الطينة عندها كما نقولوا ذيع شائعة وتتميز كذلك بأنها تقوم بتمويه الباحثين والمستكشفين. لماذا هذه الطينة بالأساس وكيف كان وجودها وما هي المكونات الرئيسية لهذه الطينة؟ إذن أول شيء يجب أن نعرف أن لكل مادة غير عضوية تتميز بمكونات أساسية. طينة الحكمة ما هي مكونات الأساسية؟ إذن أول شيء صخور كلسية مطحونة. كي نقولوا الصخور الكلسية، الجيولوجي أو غير ذلك أو العادي يعرف أن هناك صخور كلسية وهي تتميز باللون الأبيض، وهي عبارة عن كلس أو النسبة الكبيرة منها هي عبارة عن كلس. إذن تعتبر هذه الصخور هي العنصر الأساسي في تكوين هذه الطينة، حيث يتم طحنها إلى قطع صغيرة أو حصى لتكون قاعدة الطينة. هنا عرفنا أول مكون لها أو أول خاصية للمكونات لهذه الطينة، وهي الصخور الكلسية. يقوم بعملية الطحن لتكون كأول قاعدة طينية. ثاني عنصر مباشرة واللي هو معروف تقريبا في الحضارات كل عرفت هذا العنصر وكانوا يعرفوه، هو كان بمثابة مادة الإسمنت حاليا، مادة الإسمنت حاليا اللي هو الجير. والجير إلى حد الآن ما زالت استعمالاته مختلفة، وكذلك فيه بعض الاستعمالات به اللي تجهل من طرفنا، معناها مازال ما نعرفوش بعض الاستعمالات تاعو اللي في الحضارات الأخرى بماذا كانوا يستعملوه. الحضارات الأخرى على واش يعرفوا جميع الاستعمالات تاعو؟ لأنه كانوا حديث المعرفة، لأنهم كانوا هو المادة الأساسية للبناء، لذلك كانوا يعرفون جميع خبايا الجير، من عجينة الجير، من ماء الجير إلى غير ذلك. كل هذه الأمور كانوا على دراية بها، بالخصوص في الفترة الرومانية والفترة البيزنطية والفترة اليهودية. اليهود كذلك كانت لهم طينة سوف نتعرف عليها كما نقولوا لاحقا. إذن المادة العنصر الثاني اللي هو الجير. طبعا يضاف الجير كمادة رابطة، هذه معروفة، حيث يشكل حوالي 30%. إذن الجير من طينة الحكمة يشكل حوالي 30% من التربيكة. يساعد الجير كذلك في تعزيز قوة الطينة وجعلها أكثر تماسكا. إذن نظرا لذلك الوقت احنا ماذا بينا نتعرفوا على الخصائص الكيميائية والخصائص البلورية والخصائص الكيميائية للجير ونتعمقوا فيه. لذلك الجير وحده يجب أن نقوم بحصة كاملة خاصة بالجير واستعمالته، لذلك احنا لازم نذكر الأمر بالمختصر المفيد. إذن ثاني عنصر كما قلنا هو عنصر الجير. الجير كان هو العنصر الثاني لهذه الخصائص. هناك من يضيف عدة عناصر أخرى اللي معروفة كما نقولوا مثل المواد العضوية، وإحنا نعرف أنه حتى في الطين في البناءات الطينية تستعمل المواد العضوية، تشمل الزيوت النباتية والألياف والتي تستخدم لتحسين خصائص الطينة وجعلها أكثر مرونة، معناها مرونة أكثر ليونة ومزوجة ومرونة، وحتى أن هذه الألياف المواد العضوية تساعد في تماسك هذه الطينة. بالإضافة إلى العنصر الرابع والأخير الذي نضيفه هو رماد أو مسحوق. يضاف أحيانا رماد أو مسحوق. رماد ما عرفناش رماد، بعد نذكر العنصر الأخير اللي نعتقد أنه هو العنصر الأساسي اللي كان يعطي هذه الطينة حكمة، اللي كان يعطي عليها تماسك، واللي كان كما نقولوا يعتمدوا عليه في الفترة الرومانية. هذا خلوه بعد. احنا أخذنا الأمر بالعموم باستعمال رماد أو مسحوق. يضاف أحيانا رماد أو مسحوق من مواد أخرى لتعزيز الخصائص الفيزيائية. الرماد والمسحوق يبقى مجهول، سواء هل ترى يستعملون رماد النار أو رماد آخر. إذا الرماد الآخر اللي مخلينه احنا كمفاجأة، اللي نعتقد أنه هو الأساس اللي خلى الطينة
طينة الحكمة الرومانية هي اللي تتغلب على مجموع الطينات الأخرى، لأنه كما قلنا أن الحضارات الأخرى كذلك استعملت هذه الطينة. طينة الحكمة كانت موجودة في الحضارة البيزنطية، كانت موجودة في الحضارة الرومانية، وكانت موجودة حتى عند اليهود للدفائن اليهودية. لذلك رايحين نمر العنصر الآخر مباشرة اللي هو الأساس اللي حبينا أنه نتعرفوا عليه، اللي هو خصائص الطينة الفيزيائية. احنا كنا عرفنا أنه مما تكون الطينة هذه بالتفصيل. الآن إن شاء الله بحول الله سوف نتعرف على العناصر الفيزيائية، معناها فيزيائيا كيفاش نعرفوها، فيزيائيا يعني ظاهريا كيفاش نعرفوها، من نخزروا هذه الطينة كيفاش نعرفوها. معناها أنا خرجت ميدانيا حبيت أني استكشف، وأنا حبيت أني نسجل مواقع أثرية مواقع رومانية، كيفاش نميزوا أو نعرفوا كما نقولوا باللي هذه عبارة عن طينة، بالرغم من أنها موجودة في وسط حجري وهي تشبه تقريبا بالخصوص الطينة الرومانية. قلنا أنها هي الطينة الفريدة من نوعها، هي الطينة كما نقولوا القوية التي أثبتت على غرار الحضارات الأخرى. الطينة الرومانية هي التي أثبتت قوتها وأثبتت جدارها في التمويل، وهذا يعرفه المختصين ويعرفه جميع المستكشفين. لذلك أول عنصر في الخصائص الفيزيائية للطينة هو السمك والصلابة. إذن الطينة الرومانية تتميز الطينة بأنها سميكة. أول شيء الناس اللي شاهدتها واللي نزعت بعض الرامات أو اللي حدث وأن سبق لهم الاختصاص أو في المخابر الكيماوية رأوا أن الطينة الرومانية تتميز بالسمك الخشن، فهي سميكة مما يجعلها فعالة في الإغلاق المحكم للمداخل وحماية الكنوز. إذن أول عنصر أو أول خاصية فيزيائية هي الصلابة والسمك. هذا أول شيء اللي يتميز به. دائما نتكلم عن الطينة الرومانية، مازال ما تكلمناش عن الطينة البيزنطية والطينة اللي كانت معروفة عند اليهود وغير ذلك. إذن اللون ثاني عنصر هو اللون لأنه يلعب دور، لأنه من بعد كي راح نشوفوا الفرق بين الطينات في الحضارات ندرك أن الطينة الرومانية تتميز بلونها الفريد من نوعه، ولربما بمرور الزمن تكتسب حتى الطينة يتغير لونها كذلك بالوسط الموجودة فيه، وسط رطب أو وسط جاف أو غير ذلك، تتغير وتأخذ نفس الشكل. سبحان الله، نفس الشكل مثل الحرباء. أنتم تلاحظون أن الحرباء هذه تتغير ألوانها، الوسط اللي توضع فيه تتغير. كذلك الطينة، طينة الحكمة هذه لماذا سميت طينة الحكمة؟ لأنها مصنوعة بمواد دقيقة، وإلى حد الآن مهما جرت المخابر وكذا لن تكتشف ما هي العناصر الأساسية لهذه الطينة، لأن الطينة عندما تصنع تكون في حالة والعناصر تكون في حالة، وعندما تجف وبمرور الزمن قد تتغير العناصر هذه وقد تكتسب صلابة، وقد تتغير حتى في العناصر الداخلية والتركيبات البلورية الموجودة فيها أو التركيبات الفيزيائية والكيميائية. لذلك هذين هما العنصران الأساسيين في خصائص الطينة وكذلك الخصائص الفيزيائية. نضيف إلى ذلك نتطرق الآن إلى ونزيد نتعمق أكثر في خصائص الطينات بالنسبة للحضارات. إذن ركزوا معايا مليح. إذن هذا العنصر هو أساسي، من خلاله تعرف ميدانيا ما هي أو ماذا تواجه من طينة. هل تواجه الطينة الرومانية أو تواجه الطينة اليهودية أو تواجه الطينة البيزنطية. إذن بدون إطالة إن شاء الله سوف نعرفكم على الأولى وهي الطينة الرومانية. تتميز كما قلنا بالسماكة وبالخشونة وأنها متماسكة وغالبا ما تكون رمادية اللون. إذن الطينة الرومانية تكتسب الرمادية بخلال نقاط. أنتم تلاحظون الآن في الصخور الرومانية أو كما نقولوا الجدران الرومانية تلاحظ نقاط رمادية. إذن سبحان الله طينة الحكمة هذه تكتسب بمرور الزمن تكتسب هذا اللون للحجارة الكلسية التي كانت تستعمل في الحضارة الرومانية. لذلك نقول أنها كانت تستخدم لإغلاق المداخل بطريقة ذكية، مما يجعل من الصعب اكتشافها. هذا بالنسبة للحضارة الرومانية. بالنسبة للحضارة اليهودية ماذا كانت تسمى طينة الحكمة هذه وكيف كانت تستخدم تعتبر أكثر صلابة. إذن الطينة اليهودية هي الأكثر صلابة من
الطينة الرومانية. هذا شيء مفروغ منه. إذن وغالبا ما تكون داكنة. إذن الطينة الرمادية خاصية تتميز بها الحضارة الرومانية، أما الطينة اليهودية فهي تكون داكنة قليلا، داكنة على الطينة الرومانية، تستخدم لإغلاق المدافن، ولكن تتميز الطينة اليهودية بوجود مواد عضوية كثيرة. إذن هنا الفرق بين الطينة الرومانية بأنها طينة تكتسب اللون الرمادي للحجارة وهي تستعمل 100% من التمويه، أما الطينة التي كان يستعملها اليهود هي كما نقولوا العنصر الأكثر ولا 80% من العناصر فيها كانت عناصر عضوية، وهي تقريبا تظهر معناها نعرفها مباشرة من خلال النظر، مما يجعلها مختلفة عن الطينة الرومانية. إذن الطينة البيزنطية أو طينة الحكمة بالنسبة للحضارة البيزنطية تتميز بأنها متوسطة الصلابة. هناك الفرق بين الحضارتين أن طينة الحكمة بالنسبة للرومانية وديك أكثر صلابة، أما الطينة البيزنطية فهي متوسطة الصلابة، يعني هشة، ما هيش صلباء كما الطينة الرومانية ولا كما الطينة اليهودية، تشبه الإسمنت الطبيعي. هاي ثاني في الاختلاف أنها تشبه. نعرف أن الإسمنت يميل إلى الاخضرار ويميل إلى اللون الأزرق أو الأخضر، وهو معروف كما الإسمنت الحالي تقريبا، مما يمنحها خصائص مختلفة عن الطينة الرومانية. إذن الطينة البيزنطية تختلف من ناحية اللون ومن ناحية الصلابة، فهي هشة الصلابة وليست صلبة كما هي الطينة الرومانية واليهودية. بالإضافة إلى ذلك اللون تختلف عن الطينة، فهي تشبه الإسمنت الحالي في اللون. إذن هذا بالتفصيل الخصائص الفسيولوجية بدقة، وكنا قد جمعنا المعلومات وكنا قد تعبنا في جمع هذه المعلومات لنبين لكم الخصائص طينة الحكمة هذه ولنفصل نهائيا في ذلك. لذلك ننطلق إلى العنصر الآخر اللي هو استخدامات الطينة. استخدامات الطينة، ما هي أهم استخدامات الطينة؟ احنا نعرف أنه استخدامات الطينة كانت تستعمل ظاهر من خلال المستكشفين ومن خلال كذلك الباحثين، نرى أن الطينة يستعملها فقط في التمويه، الكنوز، تستعمل لدفائن، للرنات، لا، الآن استخدامات الطينة تستخدم طينة الحكمة بشكل رئيسي في بناء المخابئ، هذا مفروغ منه، والمدافع، حيث توفر حماية فعالة ضد اللصوص والباحثين كما نقول الباحثين، وآنذاك كما قلنا أنه اللصوص، كما أنها كانت تستخدم كذلك الطينة مش في المخابئ ولا كذا، كانت تستخدم كذلك في العديد من المعالم التاريخية، البناءات هذه والأسوار، وكذلك الحصون الرومانية كانت كذلك تستعمل هذه الطينة. إذا طينة الحكمة باختصار تتكون من مزيج من الصخور الكيسية والجير والمواد العضوية، لكن بنسبة قليلة على غرار الطينات الأخرى الموجودة في عند اليهود أو موجودة في الحضارة البيزنطية، مما يمنحها كذلك خصائص فريدة تجعلها مثالية لاستخدام البناء والحماية. إذن الحضارة الرومانية نجحت في استخدام هذه الطينة، ونجحت في إعطاء مكون قوي من ناحية وكذلك مموه من ناحية اللون للطينة هذه. إذن بدون إطالة ننتقل إلى العنصر الآخر ونطرح السؤال، إذن ما هي طرق الإغلاق التي يستخدم فيها؟ كيفاش نعرفوا أن طرق الإغلاق التي كانت تستخدم فيها أساسا هذه الطينة الرومانية؟ إذن بالنسبة للرومان كانت تستخدم بشكل رئيسي لحماية الكنوز. طبعا احنا كما نعرف الآن وجود البنوك وجود الأمور اللي نحطوا فيها النقود ونحطوا فيها ذلك. إذن قديما كانت فيه كما نقولوا عند الملوك الرومانيين، عند الأباطرة أو القياصرة الرومان كانوا عندهم، لكن الطبقات اللي دون القياصرة والملوك ما كانش تتوفر عندهم أنهم يقوموا بتخزين هذه الكنوز، بالخصوص إذا نشأت حروب. لذلك احنا نعرف أن الحضارة الرومانية هي حضارة جلها عبارة عن حروب وتوسعات، وكذلك هي ما كانتش حضارة استيطانية، ما كانت حضارة مستقرة، كانت حضارة كما نقولوا دائما في توسع ودائما الحروب، وبناؤها كان عبارة عن حصون وكذلك، إلا في العاصمة كما نقولوا عاصمة الرومان هي طاليان، كانت هناك عاصمة بائنة بمعناها ظاهرة وموجودة، لكن التوسعات كانت عبارة عن حصون. لذلك كانوا يقومون
كما نقولوا قال دفن هذه الكنوز للرجوع إليها وفي اعتقادهم، ولربما كما نقولوا في الحروب يموتون ويتركون هذه الكنوز عبارة عن كما نقولوا مخابئ مجهولة، لكن تعرف بهذه الأمور. ومن خلال الطينة الحكمة الذي نعرفكم على خصائصها، من خلالها يمكن أن تدرك أن هذا المكان أو هذا الأخر عبارة عن مدفن، أو عبارة عن أو موجود هناك كنز كما يقولون، أو موجود هناك تراث مادي ثقافي مهم يعبر عن هذه الفترة اللي هي فترة الرومان. لذلك كان اليهود كذلك تستخدم في المقابر والدفائن، يستخدمون هذه الطينة في المقابر والدفائن ذات الطابع الديني، بالخصوص أنه نعرف أنه الديانة اليهودية أو اليهود كانوا معروفين كما نقولوا بالطابع الديني، كما نقولوا وجود هذه كما نقولوا وجود الكنائس ووجود دور العبادة كذلك كانت حتى في المنازل موجودة عند اليهود. لذلك نربط هذه الطينة أو نربط هذه الكنوز نتاعهم بالممارسات الدينية أكثر منها في الحضارات الأخرى. بالنسبة للحضارة البيزنطية استخدمت أيضا لأغراض مشابهة، ولكن مع اختلافها في التركيب والخصائص كما قلنا. إذا من ناحية الإغلاق أو من ناحية الإغلاق ماذا كانت تستعمل أو فيما كانت تستخدم هذه الطينة؟ تغلق باستخدام، بالنسبة للحضارة الرومانية تقوم باستخدام صخور توضع بطريقة ذكية فوق المداخل، مما يجعلها تبدو كجزء من البيئة المحيطة. إذن عندما يقوم الرومان بدفن كنوزهم يقومون بوضع حجارة مشابهة، وبالتالي يقوم بعملية تمويه في هذا المدفن، وكذلك يضعون هذه الطينة مما تكتسب اللون على نفس الهيئة، ويقومون كذلك بتمويه عدة مداخل أخرى لعدم معرفة هذه الكنز. هذا بالنسبة للحضارة الرومانية. بالنسبة لليهود تقلب كما نقولوا أو تغلق هذه المدافن نتاعهم باستخدام مواد عضوية قد يجعل أقل وضوحا من الطينة الرومانية. معناها أنها تظهر كما نقولوا الطينة الرومانية لا تظهر كما نقولوا تموه أكثر بنسبة 100% بمقارنة باليهود الذين كانوا يدفنون كنوزهم باستخدام هذه الطينة. إذا بالنسبة للحضارة البيزنطية لا توجد معلومات دقيقة حول طريقة الإغلاق، ولكن يعتقد أنها كانت تستخدم من نفس التقنيات المشابهة للحضارات السابقة الرومانية وكذا اليونانية وحتى اليهود. إذا مما نستنتج أن هذا الأمر أخذ مأخذ كما نقولوا دقيق ومشار إليه في هذه الحصة. إذن كل هذه العناصر اللي اتفقنا فيها نرى أنها مهمة لمعرفة هذه طينة الحكمة بالتفصيل. إذن كخلاصة كاملة من خلال ما تطرقنا إليه أو ما سمعتموه معنا في هذه الحصة، ما هي طينة الحكمة؟ إذن خلاصة تختلف طينة الحكمة الرومانية. لماذا نسبت إلى الرومان أكثر؟ قلنا أن الرومان نجحوا في التركيبة لهذه الطينة. إذن تركيبة لحد الآن هذه تركيبة طينة الحكمة بالرغم من المخابر، بالرغم من كل الإجراءات التي بالتكنولوجيا، لم يتم التعرف على العناصر الأساسية أو العنصر الأساسي الذي يجعل هذه الطينة تتغير لونها أو يكتسب لونها نفس المحيط بها، وما هي الخصائص التي تساعدها على الصلابة والتماسك القوي. إذن بصفة عامة من حيث الاستخدامات الثقافية، هذه الاختلافات تعكس التنوع في الممارسات الحضارية والتقنيات المستخدمة آنذاك في العصور، وتثبت أن هذه التقنيات متطورة جدا وذات كما نقولوا حكمة أو ذات كما نقولوا معرفة جيدة ومسبقة بالعناصر المواد المكونة. إذا المواد المستخدمة في طينة الحكمة الرومانية هي مادة تاريخية استخدمها الرومان والعديد من الحضارات القديمة لأغراض البناء والحماية. إذن العنصر الأخير الذي نجزم به من خلال كما قلنا من خلال العلماء الذين
الذين كما نقولوا تفرغوا لدراسة هذه طينة الحكمة وما هي مكوناتها، كما قلنا من خلال ماري ماريون هذه الباحثة البارزة التي درست التركيبة الكيميائية، استنتجت في الأخير، وهذه آخر استنتاجات تقريبا من ناحية طينة الحكمة وما هي مكوناتها ولماذا اكتسبت هذه الصلابة ولماذا اكتسبت عملية تمويه بنسبة 100%. إذن أثبتت أن الرومان كانوا يضيفون الرماد البركاني. إذن الرماد البركاني أو بوزالانيك كما يسمى، هذا هو سر متانتها الأصلي. إذن هذه آخر اكتشافات هذه العالمة التي قالت أن طينة الحكمة الرومانية أضافوا لها الرماد البركاني. إذن نحن بحثنا عن الرماد البركاني، ما هي مكونات هذا الرماد البركاني، ومن خلالها وصلنا إلى هذه النتيجة المفرحة، والنتيجة التي نعتقد أنها كما تقول أن كلامها كما تقول أنه 100% كما نقولوا كانت تستعمله الحضارة الرومانية من خلال تركيبة هذا الرماد البركاني. إذا الرماد البركاني، نطرح هذا السؤال، مما يتكون الرماد البركاني؟ إذا الرماد البركاني كي بحثنا عن مكوناته وجدناه أنه أول مكون له هو الزجاج البركاني، شظايا، وهي عبارة عن شظايا من المواد المنصهرة المبردة بسرعة فائقة. هذا أول شيء، الزجاج البركاني. ثاني عنصر الذي يتكون منه هذا الرماد البركاني هي شظايا صخرية. كيفاش الصخرة الصخرية؟ احنا نعرف أن البركان عندما يفور يطلق هذه الشظايا. الشظايا هذه قد تجد فيها عناصر بلورية لمعادن عديدة، وهذا ما يجعل أن هذه التركيبة تكتسب صلابة. إضافة إلى ذلك وجود بلورات معدنية، إذا معادن مثل البلاجيو كلاس والأوجيت والهورنبلاند والبيوتيت. هذه العناصر موجودة كذلك في المسحوق أو كما نقولوا هذا الرماد البركاني. كذلك هناك غازات قد يحتوي على بخار الماء وثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى كبريتيد الهيدروجين، كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين. إذن هذا هو الرماد البركاني. لاحظوا مما يتكون. جميع هذه العناصر ساهمت في طينة الحكمة، في صلابتها وفي اكتساب لونها وفي تأقلم لونها مع الوسط، سواء كان وسط جاف أو وسط رطب. إذن هذا هو الاستنتاج الأخير. نقول أن طينة الحكمة التي استعملها الرومان، من خلالها توصل الرومان إلى استعمال هذه المادة القوية، ولربما تكون أقوى من الإسمنت حاليا، وهو وجود الرماد البركاني. وهذا ما أثبتته هذه العالمة. ونحن والرماد البركاني بدوره جميع هذه العناصر التي قلناها ونعيدها، أن الزجاج البركاني يتكون من شظايا صخرية ويتكون من بلورات معدنية بالإضافة إلى الغازات. هذه العناصر كلها موجودة في الرماد البركاني، وبدوره ساهم في عناصر الأساسية في طينة الحكمة. إذن في أخير نقول أن هؤلاء الحضارات قد ساهموا في تزويدنا ببعض الطرق، طرق البناء والهندسة وإلى غير ذلك، حتى طرق الخبايا وطرق التكنيز وإلى غير ذلك. إذن هذا هو وكما نقول استنتاجنا الأخير لندرك أن طينة الحكمة هذه والمواد وغيرها من المواد المستعملة في الحضارات لها أهمية كبيرة من خلال تجربة مسبقة تاريخية ساهمت في كما نقول معرفة هذه العناصر في هذه حصتنا. نتمنى أنكم قد استفدتم ولو بالقليل من خلال كما نقول تطرقنا للعناصر الفيزيائية وأهم العناصر الموجودة في طينة الحكمة، وما هي طينة الحكمة وكيف كانت تستعمل والاستخدامات والدفائن التي تستعمل فيها. في الأخير نتمنى إخوتي أخواتي على قناتنا، نتمنى أنكم تشاركونا على قناتنا وتدعمونا لتروا كما نقولوا بعض العناوين المهمة، ولا تنسونا من مشاركتكم وتعليقاتكم، وحتى
نضيف من أو حتى نطرح ملاحظات من هنا وهناك من المتخصصين ومن الباحثين ومن غير ذلك. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة قادمة إن شاء الله.